إذا أنا شفت سلباجي أثناء الحملة الانتخابية سألوه عن الثقافة قال لهم نعرف هي سي لا ميغر دو ميغر وصفقوا له ومشى ما قال ولا شيء. لكن المثقفين صفقوا له لأنهم هم لو ميغر دو ميغر. ما كنتش حاضر. أنا ما كنتش حاضر وعمري ما نصفق لهيك جواب. وما نصفق. اذا احنا اذا كان احنا عندنا نصب ثقافي هاو كنشوفه في الكره الارضيه كل يوم مرينا عليه عنده 6 7 سنوات. بن علي عاش 20 عام الاخيره يقول ساجعل من ميزانيه الثقافه 1% من الميزانيه العامه، والتو ما وصلنا لهاش. عندنا 500 قهوه يجوا يضربونا في قلب قهوه لكل 500 تونسي. اي يجوا يضربونا في قلب الثقافه، قلب الذاكره، قلب الهويه، برضه هو البدايه، برضه هو الدوله التونسيه الاولى، هو الدوله. نحن نحكي على دوله اليوم، والارهاب عندما يذهب الى قلب الدوله، وقد ذهب الى قلب الدوله. ونقصان تعليقا على كلامك وعلى ملاحظتك ايضا نزيدوا نكتبوا شو اسمه ما نعرف شو ميموري ولا شو يسموها ولا كذا، يكتبوها باللاتيني ما يكتبوهاش باللغه العربيه. فانت اساسا محتقر ذاتيا، انت تحقر في ذاتك، لا احد يحترمك. نحن دوله لغتها العربيه ونقدر نكتب اللغه العربيه وتحتها اللاتيني وتحتها حتى اليوناني، ما يهمش. ويكتبوا الناس هكذا. وانا زرت بلدان لغتهم يتكلموها 5 6 مليون، كيف تشيكيا، كيف صربيا، كيف كذا يتكلموا ويكتبوا لنا بلغتهم. الاتراك ما يكتبوا لنا بلغتهم وما حد يفهمها الا هم. ومعنا دوله سياحيه اولى. العبرانيين ما يكتبوا لنا بلغتهم، يكتبوا اللغه العربيه لانه يعيشوا معهم العرب ويفهموهم، ودوله سياحيه كبرى. احنا حتى اي شيء اذا ما عملتوش بالفرنساوي يعني نشره اخبار برنامج انت تحكي شوف نقول لك، ما انت تقول لي العوج تقول لي الارهاب، انت تمشي فلاح مشى لطبيب تونسي باش يكلموا بالفرنساوي، زعما الفلاح هذا يفهم الفرنسويه؟ هو احنا مثقفين ما نفهموش لغه الطب. صح ولا؟ كنت نحكي معك